بصوا انا دلوقتي كده بعمل تشيك ان. التشيك ان ده بيبقى اونلاين، بتعمله قبل ما بتخش في قبل ميعاد الطيران ب 24 ساعه. بندخل الرقم بتاع التذكره. طبعا انتوا قبل ما تشوفوا الفيديو ده هكون انا ايه اتكلت، فمش هتستفادوا بحاجه. واللاست نيم بتاعي انتوا معاكم اللاست نيم، فمفيش قلق منه. خلاص، معلش على الدوشه، بس مشغل مروحتين الجو نار، فبتاكد اسمي. خلاص. هو دي edit. خلاص هو كده خلاص. بيتأكد من كل البيانات، الطيران امتى وهوصل بعدها بامتى. اروح دايس كونتينيو. بعلم هنا برضو ان انا معيش اي حاجة من الحاجات دي. لاموس. دي الشنطة اللي في الطيارة. لاموس، لجن، مسدس، اللي هو فاس، يعني اي ادوات حادة او مقصات، سكين، بطارية. كل الحاجات دي ما ينفعش تبقى على الطيارة نفسها. ودي في بطن الطيارة ما ينفعش يبقى فيه لا اسف، دي كده جوه بطن الطيارة ما ينفعش يبقى فيها اي حاجة من دول. بطارية دي اللي هم قصدهم على بطارية كبيرة يعني. ومغناطيس واي حاجة من الحاجات دي. ودي كده اللي هي الكاري اون، دي اللي على الطيارة نفسها ما ينفعش يبقى فيها اللي هي اي سيجرت. ولا بقى انبوبه فيها بنزين، ولا ولاعه، ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولا اللي هو السكوتر، اي نوع من انواع السكوتر، ولا الالكتريك بايك. خلاص اروح دايس اللي هي دي، وبعد كده راح دايس كونتينيو. مش عارف حاطيني فين. حاطيني فين؟ بصوا حاطيني هنا الحمد لله جنب الشباك، انا مبسوط قوي. طبعا انا لو اخترت اي شباك تاني هتلاقوا هنا، بصوا اي مكان تاني 39 دولار. فاحنا كده هنختار زي ما احنا. ماشي. بس حاطيني على يا ربي، حاطيني جنب الجناح. جنب الجناح ده انا ما بشوفش حاجه ولا اعرف اصور لكم حاجه. فتمام. الحمد لله، المهم انه جنب الشباك. المشكله في 2 طياره، فانا مش عارف بقى الطياره التانية. ده بقى بيقول لك لو انت عايز تضيف اي حاجه. هو مديني 2 بيس اساسا، فلو انا عايز اضيف حاجه اضيف، مفيش، هروح دايس كونتينيو برضو. بس كده خلاص، كده انا عملت التشيك ان. خلاص. ممكن بقى اروح دايس هنا ويعمل لي اللي هو البوردنج باس، يبقى معايا وخلاص. كده اروح بس اسلم الشنط وامشي على طول. هو حدد لي كمان الكرسي التاني، وده الكرسي الاولاني. بس كده. آه وطبعا لو معايا اللي هو الممبر شيب، في اللي هي بتبقى تبع الطيران، انا هحاول اضيفها لان انا مش عارف ما ضفتهاش في الاول. بس كده خلاص، ده كده فيديو للتشيك ان، عشان برضو ايه لو حد عمل تشيك ان يعني كده.